عم محمد، انت شايف اوضاع البلد دلوقتي كويسه؟ في امل بعد ما الرئيس السيسي مسك؟ هو في امل، بس احنا لا يعني الغلو بتاع ما بيجيش الا على دماغ الغلابه. لو قدامك دلوقتي الرئيس عبد الفتاح السيسي دلوقتي وانت قاعد على الارض دلوقتي، الارض اللي احنا بنقعد عليها دي، تقول له في كلمتين يا عم محمد؟ هو بس عشان الغلا دي، عشان الغلا اللي هو بتاع الارض وبتاع هناك عامل ما اكتر. تعرف ان هو فلاح زيكم؟ ما احنا ما قلناش حاجه، فتح الشيشه على الراجل على انه بس يعني راجل يصلح البلد ويصلح البلد. على الدوله بتاعتنا تعبانه، دخلنا وهي في اخر تعب. يعني انت معترف يا عم محمد ان الدوله كانت تعبانه؟ ايوه امال معترف ايه؟ ايه امال يعني مش معترف؟ فبس غلى حاجات بس هي على دماغنا مثلا، يعني غلى حاجات بس هي على دماغنا احنا، على دماغ الناس الغلابه. ده المخدرات وصلت الفيوم؟ انا قوي في كل مطر اهو، راجل اهو شغال اهو. مش الفيوم بيناموا من الساعه 9 وبيروحوا الارض من الساعه 5 الفجر وكده؟ في الارض خدوها الملاك. حتى النبي ما تخدني يا عم محمد. والله خدوها الملاك، والله العظيم خدوها الارض. ده في المية واحد اللي مديك شويه. طب احنا دلوقتي رايحين ديوان عام المحافظه اللي هم قالوا لنا في اخر الشارع ده. ايوه. تحب تقول حاجه لمحافظ الفيوم لو عرفنا نكلمه؟ لو نقول للمحافظ مؤاخذه راجل يشكر على العموم وراجل محترم، ما نقولش فيه حاجه، وعايزين ينظف الشارع اللي هو الشارع. وبقى الراجل اللي يشكر، لا ثواني يا عم محمد عشان انت كروتني، الراجل اللي يشكر اللي زي الفل ده اسمه ايه بقى عشان اشكره؟ والله العظيم ما اعرف. بتشكره ازاي وزي الفل يا عم محمد؟ ما انا مش والله العظيم لا اعرف، ما اكذب عليك. عارف انت مش عارف، عرفت منين بقى ان هو زي الفل؟ راجل بيصلح في البلد. يصلح ازاي المحافظ؟ اسمه ايه بقى اللي بيصلح؟ ما انا ما اعرفوش، ما فيش يعني. بس هو كويس. ما فيش، احنا قلنا راجل محترم. هو كويس وراجل محترم، احنا شعب طيب، احنا شعب طيب، الشعب المصري شعب طيب. طب لو وحش اقول لك ده وحش، بس ده راجل محترم. ما نقولش منه حاجه حلوه ووحشه؟ طبعا انا ما اقدر، لسه هنشوف. استحمل يعني، استنى شويه. ده فتح السيسي زي التاني والتاني نشوف. ما احنا بنقول برضه نستحمل. الكهرباء لما بتقطع دي هنموته. من على ارض مصريه خضراء زي ما انتم شفتوا كده، اتكلمنا مع الناس. الزراعه بتنقرض، الاراضي الزراعيه في مصر بتنقرض، محافظه الفيوم بتنقرض.